فيديو اليوم عن عدم ثبات الركبة، أو زي ما بعض الناس بتسموها خيانة الركبة. يمكن تكون مريت بالإحساس ده، ماشي عادي وفجأة تحس إن ركبتك هتسيبك وتقع، أو إن المفصل فقد قدرته على التحكم. إحساس مقلق وممكن يغير طريقة حياتك كلها. خلينا نبدأ نفهم الأول إيه هو عدم ثبات الركبة. هو حالة بيشعر فيها المريض إن الركبة مش ثابتة أو مش قادرة تتحمل الوزن، وكأنها تنحني فجأة أو تخونه. ودي مش مجرد شكوى بسيطة، دي علامة إن في مشكلة جوه المفصل لازم نعرف سببها. طيب، إيه هي الأسباب الرئيسية لعدم ثبات الركبة؟ 1. إصابة الأربطة. من أهم وأشهر الأسباب هو إصابة الأربطة، خاصة الرباط الصليبي الأمامي. لو حصل تمزق أو قطع في الرباط الصليبي، المريض غالبا هيفقد الإحساس بالثبات، خصوصا أثناء الحركة أو لعب الرياضة. كمان الأربطة الجانبية للركبة لو اتأذت بتعمل نفس المشكلة. 2. إصابات الغضاريف الهلالية. الغضاريف الهلالية بتشتغل زي الوسادة داخل الركبة، بتحافظ على الثبات وتوزيع الوزن. لو حصل قطع في الغضروف الهلالي، المريض ممكن يحس بخيانة مفاجئة في الركبة، وأحيانا مع صوت طقطقة أو قفل في المفصل. 3. ضعف العضلات. عضلات الفخذ الأمامية، العضلة الرباعية، والعضلات الخلفية بتلعب دور مهم جدا في تثبيت الركبة. أي ضعف أو إصابة فيها يخلي المفصل غير مستقر. 4. التهابات وخشونة المفصل. لما يبدأ الغضروف يتآكل ويضعف مع الوقت، بيأثر على الميكانيكا الطبيعية للركبة، وده يخلي المريض يحس بعدم ثبات، خصوصا مع الحركة الكتيرة أو صعود السلم. 5. إصابات ما بعد الحوادث أو العمليات. أحيانا بعد كسر أو عملية جراحية في الركبة، يحصل ضعف في الأربطة أو العضلات، فيؤدي للإحساس بعدم الثبات. طيب، بعد ما عرفنا الأسباب، خلينا ننتقل للأعراض اللي ممكن تظهر مع عدم ثبات الركبة. أول عرض واضح، الإحساس المفاجئ إن ركبتك بتخونك أو بتسيبك، وده ممكن يحصل أثناء الجري أو حتى المشي العادي. ممكن يكون في ألم، خصوصا عند الحركة أو بعد مجهود. بعض الناس بيلاحظوا تورم متكرر في الركبة بعد النشاط. كمان ممكن تسمع أصوات طقطقة، أو تحس إن المفصل بيتعلق لحظة وبعدين يفك. والأهم إن المريض غالباً بيخاف من الحركة الكتيرة أو ممارسة الرياضة بسبب الإحساس إن الركبة مش مأمونة. وهنا يجي السؤال، إيه اللي المفروض تعمله لو حسيت بعدم ثبات في ركبتك؟ الموضوع محتاج تقييم طبي شامل. الدكتور ممكن يطلب فحص سريري دقيق، وأحياناً أشعة رنين مغناطيسي، علشان يحدد هل السبب رباط صليبي، غضروف، أو ضعف عضلي. وبناءً على السبب، في حالات بيكون العلاج بسيط زي العلاج الطبيعي وتمارين تقوية العضلات. في حالات تانية ممكن تحتاج دعامة للركبة تساعد على التثبيت. ولو في قطع كبير في الأربطة أو الغضاريف، أحيانا الحل بيكون جراحي لإصلاح المشكلة واستعادة الثبات. الخلاصة، عدم ثبات الركبة مش عرض بسيط، لكنه رسالة من جسمك إن في حاجة غلط لازم تتصلح. تجاهل المشكلة ممكن يسبب مضاعفات أكبر، زي تآكل أسرع للغضاريف أو خشونة مبكرة. اهتم بركبتك، ولو حسيت بالأعراض دي ما تتأخرش في استشارة الدكتور. صحتك هي استثمارك الحقيقي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم إشعارات بكل جديد. شكراً لكم على المشاهدة، ونتمنى لكم صحة جيدة وحركة أفضل. كان معكم دكتور أحمد رؤوف الشلوفي، استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري.